ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان في دين الله بس. أما أمور الدنيا ما كان يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته يقول ماذا عندكم من الطعام؟ ما عندنا شيء. قال إني صائم. الحين ماذا عندكم من الطعام؟ والله ما عندنا شيء. أنت طالق. صحيح؟ والله صحيح. يعني شوفوا الفرق بين واقعنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ما أكلت اليوم، شو المشكلة يعني؟ ما المشكلة الكبيرة العظيمة يعني؟ ما طبخت اليوم، شو المشكلة؟ نامت ما استيقظت، اللي يكون يعني إني صائم، انتهى الأمر.